انظر انظر السنبلة كيف أصبحت سوداء. انظر انظر سبحان الله، انظر سبحان الله. كل المزرعة اسودت، كل السنابل اسودت من الشتاء، من المطر في غير أوانه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه مزرعة أمام بيتي، سبحان الله العظيم. ها هو بيتي، هذه المزرعة. الحمد لله، الحمد لله أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصل اللهم وسلم على من جاءنا معلما ونذيرا للعالمين. أحبابي في الله، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أمطار غزيرة عرفتها بلادي الجزائر هذا الشهر من مايو، بعدما كنا خائفين من سنة جفاف، حيث فصل الشتاء عرف شحن الأمطار. أغاثنا الله تعالى ولله الحمد، لكن في غير أوانه. الغيث أتى بعد أن يبس الزرع من شدة الحرارة التي مرت في نيسان أفريل. صحيح أن السدود امتلأت ولله الحمد، لكن جرت هناك سيول وفيضانات كما اتضح لكم أحبابي في فيديوهات كثيرة تم نشرها حتى على القنوات الفضائية. دمرت طرقات وجرفت أطربة وانهارت بنايات وعرت الكثير من الأشغال المغشوشة، صرفت عليها أموال خيالية. هذه السيول والفيضانات جرت معظمها على السواحل وتضررت المدن الساحلية، لكن هناك الآلاف من المحاصيل الزراعية أتلفت من المطر الذي نزل متأخرا. كما تعلمون في بلادي الآلاف من الهكتارات موجودة في السهول داخل البلاد، تنتج الحبوب من قمح وشعير وعلف الأغنام، كلها ذهبت سدى قبل حصادها. كما لاحظتم أحبابي في الفيديو، السنبلة تحولت من اللون الذهبي إلى اللون الأسود، حيث لا تصلح حتى لعلف الأغنام. هنا يحضرني قول الله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. المطر الذي نزل فرح به الناس كثيرا، وأحزن الفلاح الذي أتلفت محاصيله. سبحان الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. أنا كما شاهدتم في الفيديو أسكن على مشارف المدينة، وتحيط بي مزرعة كبيرة. الحقول اصفرت وجفت لتأخر المطر عليها، وحين أتى وقت الحصاد نزل عليه المطر فأتلفت كل المحاصيل. كما قلت، نحن ابتهجنا وفرحنا بسقوط المطر، لكن صاحب المزرعة يسكنه الحزن، العذاب مرتين. المرة الأولى حين اصفرار المحاصيل قبل أن تكتمل السنبلة، وقبل الحصاد اسودت من المطر. هنا أحبابي علينا أن نستخلص العبر. يحضرني كذلك حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نحدثه عنه صلى الله عليه وسلم، حيث فيه مناكير وليس من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الشطر الذي يقول فيه: يحبس الله عنهم المطر في أوانه وينزله في غير آوانه، هذا الشطر من الحديث قد صح وتحقق على الواقع. فعلى الفلاحين أخذ العبر وأن يستغفروا الله ويتوبوا إليه، وليراجعوا أنفسهم فيما أخطأوا فيه. فأنصح نفسي وإياهم، فإذا لم يزكوا السنة الماضية وقبضوا حق الله عليهم أن يخرجوه. نسأل الله الهداية للجميع. فاختلال الموازين مثل نزول المطر في غير أوانه والقصف بحبات البرد مثل الذي حدث مؤخرا في الأردن، وأتلفت السيارات في الشوارع
والطوفان الذي جرى في أوروبا والصواعق التي سقطت كلها أحبابي من علامات الساعة، وهناك تحول كبير يجري في الأرض والناس عنه غافلون. أما الرؤيا أحبابي التي رأيتها شخصيا البارحة مع الفجر، رأيت المهدي جالسا في قاعة كأنها قاعة المسرح، كأنه انتهى من مشاهدة عرض فني، وأثناء الخروج في الكواليس كان يحدث امرأة عربية اللون ترتدي حجابا، سمعته يقول لها، إما أن كان يقول أحب الطرب العربي الأصيل أو الموسيقى العربية التقليدية، لا أتذكر. فأجابته المرأة السمراء اللون، قالت له مبتسمة له، سوف توفد علينا فرقة من قسنطينة. فمن خلال قولها عرفت أنها من الجزائر. ثم تغير المشهد، كأن المهدي ينتظر مع بعض الحاضرين افتتاح مهرجان سباق الخيل، بحيث ظهر المشهد كأنه مكان فسيح فيه عشب تجري فيه تحضيرات. البعض منكم قد يستغرب، يعني كيف المهدي يحب الطرب ويسمع للموسيقى؟ إخواني الكرام، الموسيقى اختلف فيها العلماء، منهم من حرمها كلية، ومنهم من استثنى من ذلك أنواع من الموسيقى وشروط تحريمها. فالموسيقيون هم كالشعراء الذي قال فيهم الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في الغناء أحبابي الذي يذكر فيها الله تعالى، ولما تسمعه ترتاح وتروح عن نفسك من تعب طلب العلم أو الشغل، فلا حرج في ذلك. أما الموسيقى الصاخبة التي فيها المجون والرقص والاختلاط ولبس الحرير وشرب الخمر والغناء الفاحش الذي يقول فيها الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. أي من شرط تحريم الغناء الذي يضل عن سبيل الله. أما الترويح عن النفس بسماع الطرب الغير فاحش والذي يذكر فيه الله تعالى فلا حرج في ذلك، والله أعلم. نعود إلى الرؤيا. قلت سمعت المهدي قال: إما أحب الطرب العربي الأصيل، أو قال أحب الموسيقى العربية التقليدية أو الأصيلة. فردت عليه المرأة وقالت: سوف توفد علينا، أي ستأتي فرقة من قسنطينة، وقسنطينة مدينة جزائرية عريقة عتيقة محافظة معروفة بالعلم الديني والثقافة كذلك، فيها علماء دين كالمجدد الإمام بن بديس الصنهاجي عالم جليل، وفيها فنانون محافظون وموسيقى عريقة، أو كما يسمونها موسيقى السماع، مثل الموسيقى الأندلسية والمالوف. فحسب الرؤيا المهدي يحب هذا النوع من الطرب والموسيقى التقليدية، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر أحبابي، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.